لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1169 لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان ومن بست رزامن دي رب العالمين وهي وادان ايوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والله خوش وستان لێرە دا خوای گەورە سوبحانە وتعالە باز لە قەومی یونس دەکا کە کاتێکەوە هەستیان کرد عەزابی خوای گەورە لێیان نزیکە ئیمانیان هێنا ئیتر ئیمانەکەش بەهانایان هات. دیارە مناسبەی و ئاەتە لەگەڵ ئەوی پێشترۆکەی مای ڕازی دەڵێ خوای گەورە سوبحانە وتعالە کاتێکە لە ئاەتەکان پێشتر فەرمووی إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ئەوانەی کەوا کەلیمەی الله تعالى لەسەریان حەق بووە و جێبەجێ بووە کەوانە ئیمان ناینن ئەوانە هەرچەندە ئاەت ببینن ئیمان ناین هەتا عەزاب بێش و ئازار دەبینن وەکو لە دوو ئاەتە ڕابردوو خوای گەورە باس کرد کە ڕوونمان کردەوە مەبەستەکەوە کە خوای گەورە دەزانی ئەوان بێختیار خوان ئیمان ناینن ئیتر فعلەن هەر ئەو کەلیمەی خوای گەورەش لەسەریان جێبەجێ دەبێ ئیمان ناینن ئەوانە. لێرەدا کە پاشی باسکردنەوە حقتەی أتبعه بهذه الآية أو آية بازكة لأنها دالة على أن قوم يونس آمنوا بعد كفرهم. بەڵام لێرەدا باز لەوە دەکا قەومی یونس عليه الصلاة والسلام ئیمان دەینن لە دوای کوفرکردنیان وانتفعوا بذلك الإيمان وسودیش لەو ئیمان وەردەگرن وذلك يدل على أن الكفار فريقان کەواتە ئەوە بەڵگەی لەسەر کە کافرەکانش دوو تاقمن منهم من حكم عليه بخاتمة الكفر إيواها حكم لسردرابوي كوالسر كفر دمري ومنهم من حكم عليه بخاتمة إيواشة كافرة بلام لكوتايدا إيمان ديني وكل ما قضى الله به فهو واقع. إخوائي قول سبحانه وتعالى بريال لسردا هر أو دبي وكتمان أو بلغي لسر علمي إخوائي قول كدزاني كساني كان بيشي عذاب بقات السريان إيمان دينا ئیواشەیە عذاب دەگات سەریان بە چای خۆیان دەیبین ئەو جا ئیمان دەین لەو کاتەی ئیمان بە کەلچیان نایە. لە تەفسیری مەنار دەڵێ وأيضا فهذه الآية والآيتان بعدها أو آية ودو آية لدوائه تفريع على الآيات السابقة عيني بابرين هر لدريجي باسكرني آيات كان بيشوترة وتكميل لما في بيان سنة الله في الأمم مع رسولهم. بس لو ذكا كوا تكميلي وبابتك كوا سنة الله تعالى درباري أمتكان لقل بيغمبرانيان بتشيوكا وفي خلق البشر مستعدين للأمور المتضادة من الإيمان والكفر. وهروا باز لو سنة ذكا كخواي قول سبحانه وتعالى هر بشريش كخلق كرديا استعداد بيبخشي للأمور المتضادة واستعداد بيبخشي لو تاكا وخراب لو كفر لو إيمان استعداد بيبخشي وفي تعلق مشيئة الله وحكمته بأفعاله وأفعال عباده ووقوعها على وفقهما. كانت مشيئة خوي قول سبحانه وتعالى بيوستا هم بأفعال خوي هم بأفعال بندكاني وهروهاش روددا وكو بيداويستي أو كارو كردوانا كأو قلت ما براستي قضاء قدري خوي قول سبحانه وتعالى لولاني مسألة إيمان وكفر بيوستا باختياري بندكان كخوي قول دزاني أو بندي لمستقبل سهل دبجيري وهر أوج دبي. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس أي ما آمن أهل قرية من القرى الهالكة في وقت ينفعهم إيمانهم فيه
کەواتە هیچ یەک لەو قەومانەی کەوا لە ناو چوون هیچ یەک لەو قەومانی کە لە ناو چوون لەو کاتە ئیمانیان نەهینا کە سوود لە ئیمانەکەیان ببینن هیچ یەک لەو قەومانەی کە لە ناو چوون بە هیلاک چوون بە عەزاب ئیمانیان نەهینا لە کاتێکەوە ئیمان بەهانایان بێ لە کاتێک کە ئیمان بەهانایان بێ ئیلا قەومە یونس إلا قوم نبي يونس نبي عليه الصلاة والسلام آمنوا كلهم في وقت ينفعهم فيه الإيمان إلا قوم يونس نبي عليه الصلاة والسلام لكاتك إيمانيان هناك هشتا مجال مابو إيمان سودي ليور بقرن حين رأوا آية تدل على العذاب قبل نزوله بهم كاتك وعلامته شامبيني كخريك عذاب دي تسريان إيمانيان هنا علامته شامبيني كخريك عذاب دي تسريان إيمانيان هنا ئیتر دەڵێ ئەوانەی کەوا بەو شێوەی لێکیان دایتەوە وهو أنهم رأوا علامات دالة على دون العذاب بعينه فآمنوا فتاب الله عليهم ئەو مفەسیرانە کە وهیان لێک دایتەوە واتە قەومی یونس کاتێک ئیمانیان هینا کە تەنها علامەت پەیدا بوو لەسەر هاتنی عەزاب هێشتا عەزابەکە نەهاتبوو ئیمانیان هینا و ئیمانەکەش بەسوود بوو لە بۆیان ئەو مفەسیرانە کە ئەوهیان لێک دایتەوە وەکو زەجاج واحد ابن عەطیە رازي وقرطبي وابن تيمية وابن كثير والشوكاني وقاسمي ومحمد رشيد رضا وابن عاشور أو هان لك ذات كواتا أنا بيش هاتني عذاب مجرد علامة لسر هاتني عذاب بيدا بو إيمان يعني هنا سود الشان إيمانه كان ورقر وهندش كذلين إن قوم يونس خصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم لما آمنوا بعد معاينة العذاب هندش لمفسرين دلين سنت خوای گەورەوە کە هەر کاتێک کە عەزاب هات و بە چاوی خۆیان دیتە ئیمانیش بین تازە بەهانەیان نایە بەڵام لەو قاعدە یەک ئیستثنا هەیە قەومی یونس عەزابیشیان بینی ئیمانیان هەنا لێیان وەرگیرە لەوانە ئیبن جەریر و واحدی و سەعدی ئەوهیان لێک دایتەوە بەڵام زۆرینەی مفەسیرین وەشکانێتەوە هێشتا عەزابیان نەبینم تەنها علامەت هەبوو لەسەر هاتنی عەزابەکەی کە ئیمانیان هەنا بەهانەیان هات ئەبی سعود دەڵێ كلام مستأنف لتقرير ما سبق من استحالة إيمان من حقت عليهم كلمته تعالى لسوء اختيارهم مع تمكنهم من التدارك كواتا أو آتا أبي سعود دل جملة شنوية دس بكردية لبو زياتر تسباندني أو قاعدة كوا بيشوتر باسكر أواني كإيمان ناين حتى عذاب بساي خوان دبين لو كاتا عذاب بساي خوان دبين بەکەڵچیان ئەگەر ئیمانش بینن زیاتر ئەوێ بەڵام دەڵێ قەومی یونس زیاتر قەومی یونس کەسانێک بوون ئەو کەسانە پێش هاتنی عەزاب تەنها علامەت پەیدا بوو ئیمانیان نەلوێ بەهانەیان هات ئەبی حەیان و ئیبن عاشور دەی ولولا لێرەدا دەفەرمی حرف يرد لمعان منها التوبيخ لولا لەبۆ چەند مانایەک دێتن حەسەب سیاقی لە جوملەکەی لوانا بمعنى التوبيخ سرزانش كردن ده وهو هنا مستعمل في لازم التوبيخ ليرة دا دلي بخوي لبو سرزانش كردن ده بلام ليرة لبو معنى كبيوست بو معنى سرزانش كردن هاتيا كناية عن التغليظ كنايتك لبو تغليظ بمعنى التغليظ واتا تنكر على سريان لأن أهل القرى قد انقضوا معلومة شكاباز لو أهل القرى ندك أواني كواب هلاك تسوينا وأنا لنا تسوينا وذلك أن أصل معنى لولا التحضيض لولا لأصل معناكي لبو هاندانا وهو طلب الفعل بحث وتداول كسي كردويك بك بهاندانك فإذا دخلت على فعل قد فات وقوع بلام كاتك وداخلي سر فعلك دبي كوا ماضية وقت كي بسرت سوا كانت مستعملة في التغليظ والتنديم والتوبيخ على تفويته فتلير ده ما دام هاتسر فعلك كوا فعلك ماضية وبسرت سوا ما نتصدقيني التغليظ والتنديم والتوبيخ وتلبو سرزانش كردنو تند كردنو وان لبك كحسرت بتشيشد لولا دستخوتان ده أو فرصتي ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال فعل مضي طبعا كبوما نادي لدواوي باز لفعلة ماضي ذكاء فهي هنا مستعملة في لازم التوبيخ كناية عن التغليظ
کەواتە لێردا وەک گوتمان لە سەرەتاکەی کە باسی کرد لە بۆ تەوبیخ و سەرزەنشکردنە، بەڵام لازمەکەی سەرزەنشکردنیشتە لەسەریان قورس بکاتن کە حەسرەت بچێشن. ئەو فرسەتتان لێ دەستە خۆتاندا. فالله فرمي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي لما آمنوا رفعنا عنهم عذاب الذل الذي وعدهم به نبيهم في الحياة الدنيا. كواتكاتك إيمانيا هنا بويكوا بلغيان بيني لسنزيق بونوي أو عذاب ليان أو عذابي كوا أجر بهات باسريان بي رسوادة من لجيان دنيا خايف أو ما لسر هل قرتن وكان قد قرب نزوله بهم خريق ببيت السريان بەڵام هەر بەهاتنی علامەت کە زوو تەوبەیان کرد ئەو عەزابەی کەوا دەبووە مای ڕیسوابوونیان خی گەورە لە سەریانی هەڵگرت وتركناهم يستمتعون في الدنيا إلى آخر أعمالهم المكتوبة. ئیتر لە نەتیجەدا کە ئیمانیانە ئەو عەزابەمان لە سەریان هەڵگرت و وازمان لێ هینان کەوا لەو دنیای ڕابوێرن هەتا وەکو کۆتایی کرد با بڵێن کۆتای عمریان دێ. ابن عاشور دەڵێ ئەبهەمە حین ومەتعناهم إلى حین بمبهمي هاتية بنادياري هاتية لأنه مختلف باختلاف آجال أحدهم ومتعناهم إلى حين ضلب مبهمي هاتية بنادياري هاتية وهي هر يقلوان هر تاك يقلوان أزال اشتياء كراويها لو إخوائي قولا لبروي هميان بيكو نامر لكو تايد هر يقلوان لتاريخيكو لأزال اشتياء كراوي خوي دمري لو إخوائي قولا حينكي بمبهمينا بنادياري هر يقلوان لأزالي دياري كراوي خوان دمران. رازي دل فيه سؤال أو أتس برسياتي أن الله تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم يقبل توبته. لا أتكلم بيشود خوي قرباسي لا فرعون كركوا لا آخر كيكا بتساي خوي عذابي بيني توبي كر بلام لي قبول نكرا بلام لي ردا حكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم بلام كباسي قوم يونس ذكاتا أوان توبيان كرد ليش يعني قبول كرد فرق كتسي الجواب أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب لبرأوي فرعون كاتك توبي كرد كوابت ساي خوي عذابك يديت لو قبول نكرا بلام قوم يونس تابوا قبل ذلك بيش أو توبيان كرد فإنهم لما ظهرت لهم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن يشاهدوا التأكيد دكاتو كوا قوم يونس پیش اوی کوا عذابک به هندک علاماتیان بینی بسای خوان کوا نزیک عذابت سریان توبهان کردو لیشیان قبول کرا کواتا وقت ما زورین مفسرین او هایلک دنو آتا بوی که خوای گور سبحانه وتعالى سنتی و هر کسیکو هر قومیکو هر کسانک کاتک کوا مردن دکات سریانان عذابی خوادگات سریان بسای خوان دبینن تازە تەوبەش بکاتن بە هانای ناوی لێ قبول ناکرێت و فیرعون بەڵام قومی یونس پێش ئەوەی کەوا عەزاب بگاتە سەریان مجرد ئیشارات و علامات پەیدا بوو کەوا عەزابەکە نزیکە ئیمانیان هینا لێ ئیمانەکە بە هانایان هات وەکو لەسەر تاج گوتمان هەندێک لە مفەسرین کەس وەکو ئیبن جەریر و عەبدوڕەحمان بن ناصر دەڵێن ئەوە ئیستثنا لە قاعدە عامەکەی کە پاشەوەی عەزابەکەشە بەسای خۆیان کە ئیمانی هینا كإيمان أن ليان ورجيرا وليان قبول كبرام ديارة رأي باقي مفسرين كوا جمهور مفسرين زوريني مفسرين أو هان لك دابو شوية كم والله أعلم أيان لقل باقي آتكاين ترزياتر أو معنى دقنزي والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون